ازيكم؟ المنتج بتاع النهارده هو من المنتجات التي عذبتني نفسيا، يعني على قد الفرحه اللي انا فرحتها وانا بشتريه، على قد ما بعد كده اتعذبت نفسيا لمده 4 أو 5 ايام كده. في الحقيقه انا لما سافرت دبي كنت مهتم جدا ان انا ادور على الحاجات اللي ممكن تفيدني في شغلي او تفيدني في الحاجات اللي انا بعملها. وبما اني بعمل فيديوز، بحب ان انا اعمل فيديوز وبهتم بالصوت زي ما انتم سامعين كده بالظبط. الصوت بتاعي لازم يبقى كلير. فكان عندي مشكله في حته ان المايك دايما لازم يكون متوصل بسلك بالموبايل. طب انا لو عايز اصور حاجه بره، اجرب عربيه مثلا، يعني نعمل حاجه كده مختلفه. فكان عندي مشكله في حته الصوت لغايه اما دخلت فيرجن هناك، فيرجن ميجا ستورز، وطبعا فيرجن من الحاجات اللي اسعارها غاليه. يعني لقيت مايك جامد جدا بيحل لي كل مشاكلي. مايك ليه 2 ترانسميتر، يعني يقدر شخصين يتكلموا في نفس الوقت، والرينج بتاعه كبير، ومش بيحتاج يتشحن وقت طويل، وما بيشتغلش ببطاريات بقى قلم ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله. وايه تاني؟ وسهل في الاستخدام، وبورتبل، ووايرلس، وكل حاجه، وبيشتغل على الايفون. يعني اصلا بيشتغل على الايفون. اشتريته شط اب اند تيك ماي ماني، رحت دافع فلوسه. مش عارف كان ب 1000 درهم تقريبا، حاجه كده. دفعت 1000 درهم، اوكي، ما عنديش مشكله، وحسيت ان هو الفاليو بتاعته كبيره جدا. والله العظيم ال3 ايام اللي بعد بقى اليوم اللي انا اشتريته فيه، كل ما انزل محل الاقيه 900 نفسه. يعني المحل خلاص كله بيفضى ويبقى قدام عيني بس نفس المايك بتاع المحلات الالكترونيكس، يعني 900 850. اخش للراجل فاصل معايا يقول لي 750، اقول له ليه يا عم كده ما تبيعه ب 900؟ يعني حسيت ان انا عندي مشكله في حته ان انا اشتريته بالسعر ده. بس انا الصراحه شايف ان هو الفاليو بتاعته جامد. تعالى اوريكم المايك الجامد ده، والصراحه من الحاجات اللي ان شاء الله نستفيد بيها في الفتره الجايه في صناعه المحتوى، ان احنا يبقى معانا مايك وايرلس. انا هوريكم بقى كل حاجه كده سريعا. دي العلبه بتاعته، طبعا احنا هنا حاطينها بشكل مش صح. دي العلبه بتاعته، بيجي بهارد كفر كده لطيف عشان الصدمات، وبيلم كل حاجه جواه. وبقى ده المايك، انت متخيله؟ ده حرفيا المايك. ايه بقى الحوار؟ وايه القصه وايه الحكايه؟ ده من شركه اسمها سيرامونيك. سيرامونيك ده شركه بتعمل مايكات، وهي ربنا كرمها وطلعت لنا مايك للموبايل. يعني هو المايك ده بيتوصل من الموبايل على طول، مش محتاج بقى اسجل في حته ولا الكلام ده كله. اسمه بلينك 500 برو تي اكس زائد تي اكس، يعني 2 ترانسميتر وواحد ريسيفر، يعني واحد بيستقبل. فده من شركه ايه؟ سيرامونيك. بصوا بقى هنا اهو. ده هنا لما انا بدوس هنا اهو، ده الاوبن وده البير. اول ما بفتح هنا اهو كده، شايفين؟ والله العظيم بصي، يعني تخيلي كده واحد مثلا بيخطب واحده مع صناعه محتوى يروح رايح عامل ازاي؟ يروح رايح عامل لها كده. والله جامد جدا والله الحوار. اوكي، ادي يا سيدي المايكين. ده هنا هو الترانسميتر، وده الترانسميتر التاني. هم دول وحدتين صغيرين كده اهو، بمشبك من ورا، و بيشتغلوا من هنا ويطفوا من هنا. يعني انا شغلتهم كده يشتغل اهو. على فكره كان في منه ترانسميتر وريسيفر بس، يعني واحد بس. ده المايك، يعني هو نفس الديفايس ده جواه المايك، او لو انت عايز توصل له اكسترنال مايك تقدر توصل له. هوريكم دلوقتي ازاي نوصل له اكسترنال مايك. هنا هو بقى انت بتست او بتعلي او توطي. وهنا هو لو انت عايز تشحن المايك ده لوحده، اوكي. وعايز اقول لكم ان في فيتشر حلوه جدا، ان هو اصلا بيتشحن من الهاوزنج. يعني انت ممكن تحطه كده من الكيس بتاعته. اول ما تحطه للكيس كده هو بيبدا يشحن، شايفين؟ بيشحن من الكيس. فانت مش محتاج ان انت توصل لكل مايك سلك. على فكره في مايكات في السوق انك محتاج توصل لكل واحد سلك، لا انت بتحطه في الكيس وتقفل هو بيشحن. والكيس نفسها فيها باور بانك. الباور بانك ده ممكن انا، يعني هو دلوقتي بيشحن وانا مش موصله بالكهرباء، فاهمين؟ يعني الحوار جامد قوي. فده الترانسميتر الاولاني اهو، وبيبعت الاشاره بتاعته عن طريق هنا اهو، وبيركب زي ما قلت لكم بين المشبك. فحاجه لطيفه جدا. ادي واحد ترانسميتر، يعني ممكن شخص يتكلم هنا وشخص تاني يتكلم هنا اهو. وده الجزء اللي هو الريسيفر اللي ممكن ان هو بيتوصل بالموبايل. طبعا الريسيفر اللي انا اشتريته ده اشتريته عشان الايفون، لان انا عايز اسجل على الايفون على طول، او لو انت عايز تسجل على الايباد. بس في ناس بتبقى، يعني هو في منه فيرجن للتايب سي او للمايكرو يو اس بي على حسب الموبايل اللي معاك. ده بيركب على طول يا معلم كده في الموبايل، اوكي. وحضرتك بتبدا ان حضرتك تصور، وهو بياخد الاشاره بتاعته من الترانسميتر اللي موجود، ويديك صوت كلير جدا من غير اي نويز حواليك، وانت تقدر تبعد عن الموبايل. وهنجربه، خلينا نجربه دلوقتي يا نهى، ماشي؟ خلينا نطلع بره نجربه واوريكم البعد بتاعه عامل ازاي، او ان هو يقدر يقرا اشاره من على بعد قد ايه. اوكي. في حتت بقى حلوه الصراحه. يعني ايه مثلا من الحاجات الحلوه اللي عجبتني؟ ان هو انا دلوقتي عايز اعرف وانا بسجل الصوت بتاعي واضح ولا مش واضح. يعني واحد لو اللي ماسك الكاميرا بقى، اللي هو اللي ماسك الموبايل نفسه اللي بيصور، يقدر يركب هنا سماعه
عشان لو الراجل ده فصل مثلا المايك منه او خرج بره الرينج او اي حاجه. ففكره حلوه يعني، بحب الحاجات دي قوي، بحب فكره ان هو يبقى بيفكر فيك. فانت بتصور ومركب سماعات من هنا عشان تشوف الصوت اللي جاي من المايك ده جامد ولا مش جامد، يعني عشان لو في اي مشكله تقدر تحلها. فده برضو بيتشحن على فكره، وبيتشحن عن طريق الهاوزنج اللي موجود هنا. فانا هحط الحاجات مع بعض. انا عايز اوريك بس ازاي بيستخدم الاول. انا قبل ما استخدمه بعمل حاجه اسمها بير. يعني ايه؟ يعني انا ده اللي هو المايك بتاعي، بروح عامل كده، بفتحه واعمل له بير مع اهو. دوس هنا على زرار البير ده، اوكي، اللي هو بيرنج. خلاص كده هو كده عمل بيرنج اهو، بينور اهو، تمام. يبقى كده الاشاره اهي. خلاص هاخد ده و هلو هلو، استنى، هلو هلو هلو. انا مش عارف كده بيسجل ولا لا. معمول له بير، معمول له بير تي اكس. الاشاره بصوا هنا، تعالي كده قربي، بصي السيجنال بتاعتي اهي، وان هو واي فاي، وان هو بيسجل صوت الويف. فين الويف؟ ولا انا كده عامله ميوت؟ هلو، شايفه الويف بتاعته عامله ازاي؟ اوكي اهو. ومشحون قد ايه؟ جامد جدا جامد جدا. وعلى فكره عايز اقول لكم ان بيركب له بلاج كده، بس البلاج دي بيسموها ديد كات على فكره. انت عارفه الموضوع ده؟ تركب كده عشان لو انت في هوا ولا حاجه تقعد تسرحها بقى، فاهمه؟ ده عشان لو انت في هوا ولا حاجه الصوت بتاعه يطلع. انا عايز اعرف الصوت ايه، جامد ولا مش جامد؟ استني كده. ازيكم؟ عايز اقول لكم الصوت بتاعه جامد ولا مش جامد؟ مش عارف والله، بس هو حلو. انا جربته على فكره قبل كده، هو حلو جدا. ازيكم؟ عايز اقول لكم الصوت بتاعه جامد ولا مش جامد؟ مش عارف والله، بس هو حلو. اسمع كده. ازيكم؟ عايز اقول لكم الصوت بتاعه جامد ولا مش جامد؟ مش جامد صح؟ انت عشان انت واقفه قدامي. حلو، انا جربته على فكره قبل كده، هو حلو جدا. احنا خلينا نجربه عندك، يعني خلينا نجربه عندك، اوكي. طب عايز اوريكم برضو حاجه من الحاجات اللي بتيجي معاه غير الديد كات دي، ان لو حضرتك مش محتاج ان حضرتك تحطه لان هو حجمه كبير، او ان انت تمسكه في ايدك او تركبه، ممكن تركبه في الحزام. وهو جاي معاه اصلا كبسوله كده اهي لمايك عادي. يعني هو بيتحول كانه مايك عادي، بتركب لاين ان هنا كده، وتقدر عادي مفيش مشكله تركبه كانه مايك عادي خالص، بروفيشنال، اللي هي المايكات العظيمه يعني. الصراحه هو حلو قوي يعني. الصراحه لاي حد بيصنع محتوى او اي حد بيسجل فيديوهات عن طريق الموبايل، مش عايز بقى يسجل كاميرا ويسجل صوت لوحده والصوره لوحدها ويمنتج والكلام ده، انا بحب اعمل كده الصراحه. فهو حاجه جامده جدا. تعالوا نجربه على الكاميرا اللي انتوا بتصوروني او اللي نوها بتصورني منها دي، ونشوف الصوت بتاعه جامد ولا مش جامد، والمسافه بتاعته جامده ولا مش جامده. يلا يا نوح، يلا بينا. دلوقتي خلينا نجرب المايك ده على المسافه بعيده. انا بس عايز اقول لكم ان دي الانتنه بتاعته اللي بتطلع الصوت. يعني انا لو عايز اطلع صوت بيطلع الانتنه من هنا عشان تبعت الاشاره يعني. ولازم يبقى المايك ده موجه للريسيفر، موجه للي انا بستخدمه. يعني انا لو لفيت دلوقتي، بصوا الكواليتي الاول بتاع الصوت عامله ازاي، انتوا واخدين بالكم؟ انا بسجل بمايك صغير كده اهو، ولما هبعد كمان هتشوفوا الكواليتي على مسافه بعيده الدنيا عامله ازاي. بس اهم حاجه ان انا ما اخليش المايك ده يعني ما بينه حيطه مثلا وما بين الريسيفر، ولا الف ظهري، فبالتالي هو مش هيقدر يتواصل معايا. خلينا نجرب كده نعمل الموضوع ده. تعالى نطلع بره، احنا مفيش هوا صح؟ احنا ممكن نعمل كده على طول. تعالي كده، تعالي. بص انا هعمل حركه صايعه جدا. انا هخبيه في ايدي كان ايه، يعني كاني بتكلم معاكي زي ما انا بتكلم كده، فمحدش عارف هو المايك فين. تمام، تعالي. طيب احنا كده، انا مش هلف بقى ظهري، يعني انا خليني ارجع بظهري كده عشان نشوف المساحه. استني. المفروض كده الصوت ان شاء الله يبقى كويس وما يقطعش. هو المسافه اللي احنا بنعملها دي مسافه كبيره جدا، ولكن هي من الحاجات الكويسه اللي احنا بنجربها. هو الكواليتي بتاع الصوت ده على المسافه بعيده قوي دي المفروض الصوت يبقى جامد. هو بقى جامد عظيمه. لو هو جامد، عايزين نشوف هو جامد ولا مش جامد. تعالوا بصوا كده. خالص. فاحنا عايزين نشوف مسافه المفروض تبقى جامده ولا مش جامده. عبد الرحمن، كده كده هتبقى جامدة. اي حاجه، كل هنا بيقول جامد في اي مصلحه. اوكي، جامد ولا مش جامد يا نهى؟ جامد.